السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والعروسة في الكوشة، وهي في الكوشة لسه كانت بتبص لواحد غير عريسها جمال، وهي اسمها أمال. جمال كان بيشتغل في إحدى الدول العربية، كان بيروح ويرجع أجازات قصيرة، يقعد أجازة قصيرة وياخد بعضه ويروح تاني للبلد اللي هو شغال فيها، على أساس إن الراجل بيكافح علشان خاطر يكون نفسه. ونزل في أجازة من الأجازات وشاف بنت وأعجب بيها من أجا في الدقهلية، وراح علشان خاطر إن هو يخطبها. هما لما شافوه ولد محترم وشاب ومن عيلة كويسة ومكون نفسه وعنده عربيه، بسم الله ما شاء الله، يعني ما حدش يقدر ان هو ابدا ان هو يرفض حاجه زي كده. يعني راجل مؤدب وذو اخلاق وبيئه كويسه. وهنا هم وافقوا عليه والعروسه وافقت عليه وخلاص بقى، وتم الموافقه والجواز بقى والخطوبه والكلام ده كله. وحصل بعد كده في الفرح، هو جاب بقى يعني اصدقائه وعزمهم وكده، وكان من ضمنهم شاب اسمه محمد عليوه. محمد عليوه لما شافها اعجب بيها بجمالها وحلاوتها، بص لها بصه، بصت له بصه، وهم في الفرح لسه. ايه ده؟ وبعد كده بعد ما اتجوزوا وخلاص بقى، والراجل بعد كده خد بعضه وسافر البلد تاني، وقعد مراته قاعدة في بيت أهله مع مامته ومع باباه في نفس البيت، وليها شقة مستقلة لوحدها وكل حاجة. اللي محمد علوة بقى قاعد يلف كده حوالين البيت، بيحوم، عايز يدخل البيت بأي طريقة، عايز يطولها، عايز يشوفها بأي طريقة، لغايه ما لقى حجه ان هو يدخل بيها البيت، ان هو يجيب رقم تليفون جمال علشان خاطر يكلمه. ودخل البيت عشان خاطر يجيب من مامته او من والده رقم التليفون بتاعه. لا، هنا بقى شاف البنت. فلما شافها خد رقم تليفونها، وبدا ان هما الاثنين يتكلموا ويستجيبوا مع بعض هما الاثنين، وبدا ان هو يدخل البيت بعد كده من غير ما حد ياخد باله، ويطلع على الشقه لغايه ما الناس عرفت وكمان هما عرفوا. فلما عرفوا عملوا ايه؟ اتصلوا بجمال وقالوا له ان صاحبك محمد عليوه بيجي البيت في عدم وجودك. طب انتوا كلمتوها؟ ايوه كلمناها وهي انكرت. وايه مهم؟ عمل ايه جمال وهو في المسافر؟ اتصل بمراته وقال لها خدي شنطتك واطلعي على ابوكي واقعدي عنده هناك، ما تروحيش عند اهلي، واقعدي عند ابوكي هناك لغايه ما ننزل. سمعت الكلام وخدت شنطتها ولمت الهدوم وراحت عند ايه؟ عند ابوها وقعدت عنده. وابوها كان بيخليها لا تروح لا يمين ولا تروح شمال. ابوها راجل فلاح وعنده الارض بتاعته بيزرعها وعنده الزريبه بتاعته. هي لما شافت ابوها بيتعب كده هنا وبيتعب هنا، قالت له بقول لك ايه يابا، ما تخليك انت في الارض وخلي لي الزريبه ليا، انا انزل انضفها وراعي المواشي وكده، واكلهم وانضف لهم وكده. قال لها طب خلاص كتر خيرك يا بنتي. طبعا هي مش بتعمل كده لله وللوطن، هي كانت اتفقت مع الواد ان هو يجي لها في الزريبه. الواد هنا عمل نفسه بياع خضار ولا فاكهه، جاب تريسيكل وبدا يحط عليه الفاكهه ويلف ايه في القريه لغايه ما الناس عرفوا ان ده ايه بياع فاكهه. واللي كان بيجي جنب الزريبه ويقف، لكن جنب الزريبه دي لا كان في ناس ولا في بتاع. وبعدين يقف بالتريسيكل شويه والاخر يختفي ويبقى التريسيكل واقف لوحده. الناس شافوا الموضوع ده استغربوا، هو في ايه؟ هو الواد ده بيجي كتير ليه؟ ده بالذات بيجي بعد امال دي ما بتيجي هنا. راحوا لابو امال وقالوا له ان في واحد بيجي يبيع فاكهه بيقف جنب الزريبه عندك. قال لهم وماله؟ قالوا له ده كان بيقف في المكان ده ومفيش حد لا بيشتري ولا بيبيع منه، وبص تلاقي بيختفي من على التريسيكل مش موجود. والموضوع ده احنا اسفين يعني ما بيحصلش الا لما بنتك بتنزل الزريبه. خد الكلمتين وراح قال لمين؟ قال لبنته. قال لها في بيحصل كذا 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 وناس قالوا لي كذا كذا. قالت له يابا ايش عرفني بيه؟ واحد بياع ارزقي بيلف وانا مالي بالكلام ده. خد بعضه وسن يوم واتنين وراح عمل ايه؟ نزل جنب الزريبه والدارة لغايه ما بنته جت ولقاها بقى جايه ومتزوقه ودخلت الزريبه. وشويه الواد جيب التريسيكل وحصل حقيقي زي ما ناس ما قالوا له بالظبط. وقف شويه عمل نفسه بيبيع وبعدين راح داخل الزريبه. استنى عليهم 10 دقايق وراح داخل الزريبه مره واحده. دخل والعياذ بالله لقى بنته بدون ملابس خالص، والواد نفس الكلام. الراجل شاف المنظر ده جه يهجم على الولد. طبعا الراجل عنده 62 سنه ما قدرش عليه. الواد جري راح للتريسيكل، جاب السكينه اللي بيقطعوا بيها الموز، وراح عمل ايه؟ ادى الراجل 21 طعنه. الراجل طبعا على طول وقع على الارض سايح في دمه. قال لها اوعي تفتحي بقك، خدي بعضك وروحي على البيت، وبكره تجيب اخوكي معاكي وانا هختفي خالص. روحت البيت واتصلت باخوها الصبح، تعالى انزل معايا الزريبه، امال فين ابوكي؟ مش ابوك هو اللي بينظف الزريبه؟ قالت له ده انا اللي بنضفها مكانه والكلام ده كله. طب هو فين؟ قالت له ما اعرفش، هو جه بالليل واخلي ونام وقام الصبح راح على الارض. اخوها راح معاها، شاب كبير كده عنده 30 سنه، بيفتح
الزريبة لقى أبوه ميت على الأرض سايح في دمه، ولكن لقاه لسه كان فيه الروح. خدوه على المستشفى، ولكن للأسف محدش لحقه وكان توفى في الحال. وهنا جت الأجهزة الأمنية علشان خاطر تحقق بقى، ولا في كاميرات ولا في حاجة. ولكن الناس طبعا بالسمعة اللي كانت في المنطقة كلها قالوا إن حصل كذا كذا، وإحنا كلمناه وقلنا له، فممكن يكون هو يعني هي مش عملية سرقة مواشي ولا كلام من ده، لأن محدش هيسرق مواشي في عز الظهر. اللي بيسرق مواشي بيسرقها بالليل. وهنا جابوا الولد ده وجم يحققوا معاه، وبالضغط عليه اعترف وقال كل حاجة. وأهل جمال طبعا اتصلوا بجمال، وجمال نزل ورفع على مراته قضية زنا. هي اتحكم عليها ب2 سجن في قضية الزنا. أما اللي اسمه محمد عليوة جمال عليوة جمال يا محمد اختفيت. يا محمد لم ترضعك أي حرمة، فحين ارتكبت الفحشاء اخترت المرأة المتزوجة مستغلا سفر زوجها للخارج سعيا على أولاده. وحين تخيرت الزمان كان شهر الصوم موعدا لممارسة أحط الفعال، ثم لم ترضى سوى بانتهاك حرمة منزل أبيها بمنزله بممارسة فعلك الشائن به، فغدرت بالرجلين الزوج الساعي على الرزق، والأب المكلوم في بنته. وحين انكشف حكمت المحكمة حضوريا وبإجماع آراء أعضائه بمعاقبة المتهم محمد عليوة جمال عليوة بالإعدام شنقا عما أسند إليه، وألزمته بالمصروفات الجنائية، وأمرت بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات. رفعت الجلسة. وللأسف ده آخرة المشي في الحرام، بيكون آخرته قطران. ده انت كنت عايشة عيشة كويسة، وجوزك كان مسافر وبيبعتك فلوس ومعيشك مع أهله، لما لقى عليك كده مطلقكيش وبعتك عند أهله، تمام، تخوني جوزك وخنتي أبوكي في نفس الوقت، وسببتي إن أبوكي يموت بسبب اللي انت كنتي بتعمليه. ربنا ستر عليك مرة واثنين وثلاثة وعشرة، والله أعلم قد إيه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيلاقي البني آدم خلاص ما بيستحيش منه، وإنه نصيبه من الستر كده خلاص. أنت لو بتستحي من ربنا هتطوب ليه. ربنا لما بيلاقيك مصر على المعصية خلاص بيفضحك. هنقول ايه بس غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.